ما اتعودتش إن أنا أسيب أي خطوة من خطوات العملية لحد. أنا معايا مساعدين كتير كويسين، بس ما باقدرش. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك عن حاجة، بس هُم قالوا لي ما اتكلمش عنها علشان حضرتك مش بتحب تتكلم عن نفسك كتير، بس الصراحة أنا شُفت كمية الreviews عن الجراحات الأنف والتجميل الأنف وترميم الأنف، قد كده الreviews كانت خطيرة، وقد الناس مبسوطة جدًا من قبل وبعد، والصور حلوة جدًا وباينة طبيعية جدًا، فحضرتك متميز أوي في الحتة دي، فممكن حضرتك تشرح لنا أكتر إيه اللي بيخلّيك مختلف في الmarket عن كل باقي الدكاترة؟ والله يعني أنا مش عارف أنا هابقى مميز عن إيه، بس أنا هاكلمِك عن نفسي يعني، مش أوكي. هاتكلم عن حد من الدكاترة، كلّهم يعني زمايل وكلّهم كويسين. بس يمكن أكتر تفصيلة أنا باحبها في شغلي، إن أنا باحب أعمل كل حاجة بنفسي. يعني من أول حاجة في العملية، اللي هو من بداية من التعقيم لآخر حاجة إن أنا باحُط فيها مثلًا الجبيرة الأنفية بنفسي، ما باسيبش أي تفصيلة صغيرة، اهم. وده مهم جدًا. يعني ما اتعودتش إن أنا أسيب أي خطوة من خطوات العملية لحد. أنا معايا مساعدين كتير وكويسين، بس ما باقدرش. ويمكن دي حاجة يعني أنا باشوفها إن هي بتخلّي نسبة النجاح عندي الحمد لله كويسة.